دي حتى ما تصلح حكومه تسيير اعمال. احنا في كوارث وكل يوم من كارثه لاكبر. الزياده بتحصل لك دي اخر زياده وما فيش زياده السنه دي، خلاص انتهت. ويضغط على الناس والناس يقول لك خلاص طالما ما فيش زياده السنه دي ما فيش مشكله، بعد شهرين ثلاثه تلاقي في زياده نازله ثانيه. طب ازاي والناس اللي طلعت معاش ما قبضتش بقالها 8 شهور و9 شهور؟ من اول يناير كل الناس اللي طلعت من اول السنه ما حدش لحد الان خد جنيه من المعاشات. الحكومه دي ما تصلحش يا جماعه، الحكومه دي ما تنفعش. الحكومه عايزه حكومه اقتصاديه، عايزه ناس فراوده، عايزه ناس بتعرف تطلع الجنيه، ناس عندها ابتكارات، عندها حلول. دي حكومه تسيير اعمال، ويا ريت تسيير اعمال وخلاص، ده تسيير اعمال وضغط على الناس لما الناس كلها بتموت وبتئن. يا باشمهندس مصطفى، انت راجل على المستوى العام او على المستوى الخاص شخصيه محترمه وشخصيه مؤدبه، لكن لا تصلح يا جماعه. احنا في وقت خلاص عندنا موارد وعندنا سياستنا الخارجيه ما شاء الله عليها، لكن الداخليه زفت. عندنا اتفاقيات وبروتوكول وبروتوكولات اوكي، لكن الجبهه الداخليه مهلهله، الناس مضغوطه، الناس بتئن، الناس ما عادتش قادره تتحمل. حتى الناس اللي كانت مع الحكومه الوقت بقت ضدها، الناس اللي كانت مع الرئيس بقت ضده، لان مش شايفه اي تحسن، من اسوأ لاسوأ. مصر فقيره؟ لا مش فقيره، مصر فيها موارد بالهبل، بس اقليه اللي مستمتعين بهذه الموارد، اقليه اللي مستمتعين بخير البلد، لكن 90% من الشعب مطحون وبيموت، مش لاقيين علاج، لا في خدمات ولا في تعليم، ثانويه عامه فاشله، مدارس ناس لا تعرف تقرا ولا تكتب وعماله بتجيب مجاميع، وتخش يطلعوا دكاتره ويموتوا فينا. ايه اللي بيحصل ده؟ انا عايز اعرف السيد رئيس الجمهوريه هو فين من هذه المهاترات ومن هذا الكلام ومن هذا العته المهني؟ فين التطور اللي في البلد؟ عمالين تعملوا طرق، الناس ما بتاكلش طرق، الناس الوجع اللي بتاكل وجع الوقتي، الناس بتاكل امراض. حرام عليكم، انتوا حكومه ايه؟ انا عايز اعرف. يعني انا عايز اعرف كل الجرائم، القتل وكل الحوادث اللي بنسمعها في الشوارع دي والبلطجه دي ناتجه عن ايه؟ ناتجه لان الراجل خلاص ما بعدش القدوه. كسرتم الراجل قدام بيته، كسرتوا الراجل قدام مراته، قدام ولاده ما بقوش بيحترموه لانه مش قادر يوفي طلباتهم الاساسيه والضروريه. كسرتوا الناس وبهدلتوا الناس وهنتوا الناس. انتشر الفساد في البلد، بلطجه، سكاكين، كل يوم ناس بتصور جرايم وبتصور افتكاسات. حتى الست ما بقتش حتى لو جوزها بينها وبين بعض في انفصال، بقت قاعده في السياره ولا هم تشور له. ده ناتج عن ايه؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصلنا ان الحياء مات؟ يا جماعه الوزاره دي خلاص، عايزه ناس فراوده. فين الماجستيرات وفين الدكتوراه وفين الناس اللي بجد معاهم دكتوراه بجد؟ فين الناس دي؟ حرام عليكم، هو مفيش كفاءات؟ هم ال 110 مليون مفيش في حد ينقذ البلد من الهلاك اللي احنا فيه، من الدمار كل ماذا، من أسوأ لأسوأ. ايه الجديد وسط البشر يا بحر؟ قول لي يا رأي يا ابو علي. عارف في مؤامرات بتحاك وهيطلع ناس يقول انت بتهاجم، وانت لا يا حبيبي، حق اتكلم. مش هنفضل نسكت. احنا بنشتغل مش قادرين نكفي بيوتنا، فما بال اللي عايشين في مصر اللي بيشتغل باليوميه ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه، يعمل بهم ايه؟ يسدد كهرباء ولا يعمل؟ طب ادوا معاش حتى عشان يسدد، طب ادوا معاش عشان يجيب دواء يعالج مرضه، اذا كان عنده سكر ولا لا. ويقول لك وزير الصحه يقول لك يمتنع عن استيراد الانسولين عشان بيكلف الدوله، واللي عاوز يشتريه من الصيدليه. طب ادوا له يا عم الفلوس، وفر له العمله. يعني اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. بتقول للناس اشتروا، طب اديهم، هيجيبوا منين؟ الناس مش قادره لا تاكل ولا تشرب ولا تدفع كهرباء ولا تدفع ميه حتى. يعني انا عايز اعرف، مجلس الشعب ده اسمه مجلس النواب مش مجلس الشعب، لان كل نائب بيشتغل لحسابه، بيعمل لمصلحته. قولوا لي على قرار واحد اتاخد في مجلس الشعب لصالح الشعب، وقولوا لي كل اللي بيشتغلوا مجلس الشعب يوافق عليه هو الموافقه على قروض، مش عارف الموافقه على تمرير القانون، وكله ضد الشعب. حتى المجلس اللي قبل كده لما حب يخدم الشعب وجات له الحكومه جابت له قانون الايجار القديم، قال لك بعد 7 سنين يترمى في الشارع. يعني الراجل اللي عاش عمره في هذا المكان، وبعدين في مدن ما فيش فيها اماكن يبنى فيها، يعني ممكن يبعد عن مكانه 30 كيلو 50 كيلو، يعني بدل ما تريحوه اخر حياته لا تدوا له بالشلوط، تقولوا له يموت احسن. هاتوا لي قانون واحد صدر من مجلس الشعب لصالح الشعب. ده كله اهانه في الشعب وضغط في الشعب وضرب في الشعب. حرام عليكم، دي امتى؟ هل يعني خلاص ما فيش كفاءات؟ محدش عارف يدير؟
محدش عارف يمسك وزارته يخليها وزاره منتجه. هيقول لك ايه يا عم انت ما بتشوفش ولا ايه؟ ما عندك وزاره النقل ووزاره البترول ووزاره الكهرباء مطلعه انتاج، مشخشخه جيوب العملاء، ماسكه الناس منفضاهم، بتسرقهم في الكهرباء. كل شويه بنرفع في البترول، كل شويه بنرفع في البترول، والرواتب زي ما هي ثابته. ثابته ايه يا عم؟ انت تستهبل. رواتب اللي ثابت، ما هو بيديك 10% ولا 12%. ايوه، ده في ناس موظفه على لسه على اساس 2014 واحنا في 27 داخلين على 27 اهو، داخله سودا شكلها كده. ايه؟ الناس مش لاقيه تاكل، وكل اللي بقت المراه اللي بتضطر تنحرف عشان تجيب احتياجاتها، والراجل اللي بينتحر او يقتل عياله عشان مش قادر يوفي حقوقهم البسيطه اللي ربنا خلقنا وجعلنا قوامه عليهم. اتقوا الله. ايه الحكومه دي؟ عايز اعرف. قولوا لي واحد من مجلس الشعب طلع وطالب حاجه. سيبكم من الاقليه اللي بتنادي، بس ايه الفايده؟ بالنادي ولا حياه لمن تنادي. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. الجبهه الداخليه بقت كلها مهلهله، والناس لو طلعت المره دي لا هيبقى فيها اخضر ولا يابس. انا بقولها لكم اهو، انقذوا ما يمكن انقاذه. لو انتوا جايين ضد البلد ارحلوا، لو انتوا جايين مش عاوزين تساعدوا الناس ارحلوا، لو انتوا جايين ومش حاسين بوجع كل واحد ارحل. ارحل يا عم، ارحل. سيب وزارتك، قدم استقالتك. انتوا مش خايفين من ربنا؟ ان عقاب ربك لشديد. ارحمونا. ومن يرحم يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. اتقوا الله وخافوا من يوم تطلع فيه الناس، لان الناس كلها وجع. اللي شالوا مبارك بعد 30 سنه قادر يشيلوكم، اللي شالوا مرسي بجماعته بارهابه بطغيانه قادر يشيلكم. انما اللي انتوا بتعملوه فينا ده حرام. انتوا مش قادرين تشتغلوا ولا قادرين تنتجوا. انتوا وزارات بدل، وزراء بدل. وصل صوتك.